مقبل واللاعب عادل عباس. هذه المنتخب السوداني ليس بطريقة أو أخرى ممكن قاعدة ثابتة، هي قاعدة ثابتة كل مرة يتم إثبات ذلك. يعني المنتخب اليمني كان موجود في الوعاء رقم معلي عنده هدف، وأيمن النائر عنده أيضا هدف واحد. 5 لاعبين مسجلين لصفوف المنتخب المغربي، بينما الهدف بين المنتخب اليمني والمنتخبات الأهم، لأن الوصول إلى المباراة النهائية أهم بكثير من الحصول على المركز الثالث أو الرابع. كرة بتعود في وسط الجزائري الحين بعد الانتصار بركلات الترجيح في المباراة كانت صعبة. هداف المنتخب اليمني، هداف المنتخب اليمني، شوف سوى كل شيء، عمل كل شيء عادل عباس، وكان عادلا في الكرة الجميلة. إلى الآن يعطي الثقة للاعبيه، لمدافعيه، للاعبي الوسط، للمهاجمين، بأن هناك هذا الدور أكيد أنه راح يكون صعب، أكيد أنه راح يكون من المنتخبات الصعبة في هذه النسخة. البرواني هدفين إن كثرت، هدفين إذا كثرت، إذا خلاص أنت مروق والفوارق تعود على عصام ردمان، ولكن خطأ في التمرير، ولكن عادت الكرة بشكل سريع. أفضل جيل للمنتخب اليمني في الجزائر بعد انتهاء الأهم المباراة المفصلية للمنتخب اليمني ليترجم ويتوج أداء رائع في هذه النسخة للوصول إلى مباراة النهائية. ليش لا شيء يزيد عن حده راح ينقلب المنتخب اليمني بالخطأ. الله على المرور يا عادل، الله على المرور يا عادل، أو لا نعم عادل عباس ومر، لا والله مو بعادل، عصام. بعد المرور اللي كان أفضل من رائع من اللاعب عادل عباس، مر من الأول، مر من الثاني، أو عادت للكرة، حبت الكرة، عادت إليه الكرة، فمرر الكرة لعصام. المباراة الأول أو اكتفى بالتعادل السلبي ليخبئ أو يترك الخفايا وما يخبئ شوط المباراة الثاني في اليمني في عام 2012. كرة بتعود في وسط الميدان خطيرة لصالح المنتخب اليمني. نصور كرة بتلعب تمريرة داخل منطقة الجزاء، البحث عن المواصلة، ولكن كرة اصطدت في الدفاع، ضغط دفاعي كذر، عادت الكرة إلى الخلف، خطأ دفاعي، استغل اليمني ليخطف الكرة الماضية، ولكن لوحده يبحث عن المساندة، العودة إلى الخلف. رحمن الخضر، كرة بتعود على أعتاب منطقة الجزاء، المنتخب اليمني في وسط الميدان. المرور، المساحات موجودة، يمر المرور بطريقة رائعة. يا سلام، لا زال يحافظ على الكرة وسط ضغط دفاع، لا زال يحافظ على الكرة في منتصف أرضية الميدان. كرة بتعود عند اللاعب عصام ردمان، يلعب كرة خطيرة، أنه هو هدف وحيد في مباراة ثانية من دور نصف المريخ والمنتخب السوداني. كرة يمنية في منطقة الجزاء، ختام في اتجاه أنور حسين، أنور في وسط الميدان، انطلاقة بكرة من عباس، متابعة من عصام عبد اللطيف، وكرة للمنتخب المجموعات. لأول مرة نظام البطولة فيه ربع نهائي قبل المربع الذهبي والفاينل، يعني مثل هذه الكرات قد لا تأتي مجددا لمنتخب السودان. وهذه الثغرات، كرة من عادل عباس، يمر عادل، يعدي عباس، تمريرة سابقة بفضل الإعداد الجيد والمبكر. وهذه كرة خطيرة للمنتخب اليمني خطيرة. كان أندية الواجهة في السودان كالهلال والمريخ والفضل الكبير يمني. انطلاقة بلمسة، كرة من محمد أمير البرواني لعادل عباس، كرة في اتجاه عادل عباس. هناك تباعد بين الخطوط السودانية في هذا الشوط الأول. عصام عبد اللطيف أو عادل عباس، ممتاز. عادل ما يقف حد أمام عادل عباس في المراوغة. هم أمل كرة القدم اليمنية الآن، يقدمون في عروض جيدة وسط الميدان. كرة سريعة إلى عادل عباس، قاسم، عادل يهرب، عادل يعدي، عادل يوزع، كرة خطيرة البرواني والتدخل
نشاهد مجددا اليمن في الهجوم على نفس طريقة المدرب محمد حسن البعداني. الأمور على العال، الأمور ماشية. الجزائر أول المتأهلين للكاريداس للمربع الذهبي للدور نصف اللاعبين عندهم المهارة، كل اللاعبين موهوبين، كل اللاعبين بسهولة كبيرة. وهذا عادل عباس كل يراوغ 1 2 3 يمرر في مساحة ضيقة. شوف الكرة الأخيرة ملعوبة، اللمسة عادت من جديد، عرف لمن يمررها. في المقابل المنتخب اليمني كل لاعب عنده الكرة كعادل عباس الآن على عرضية الميدان، لأن الأرضية أصبحت سيئة جدا خاصة من هذه الجهة اليسرى لهجوم المنتخب اليمني. محمد وهيب ينجح في التمرير إلى عادل عباس. الكرة العرضية إلى عبد الرحمن الخضر، ياخذها عبد الرحمن او عادل عباس. هذا عبد الرحمن الان، عبد الرحمن تفاهم كبير، خروج سريع بالكره، يمشي عادل عباس. عادل عباس، كره طويله للمنتخب اليمني في وسط الميدان تعود بسرعه كرويه مختلفه. ترجع الكره للمنتخب اليمني من عادل عباس. جملة المجموعة الأولى، وغدا ختام مباريات نقاط لغاية الآن متذيلة الترتيب. ودعت البطولة. هدف لليمن عن طريق الطريقي لغاية الآن. راجع الكرة من عادل، لكن لا زال العراقي يشترك الآن. بادي بداية قوية، يريد أن يعدل، لكن هو أمام منتخب منظم بشكل ممتاز. يلعب بنادي الشط. هناك في ليبيا عالية للمنتخب اليمن اللي بعود. محمد حاول يبعد الكرة، المتابعة موجودة. عادل عباس لاعب التلال الطريقي اليمني سعيد عبد الله. لأحمد المسماري بصفوف المنتخب الليبي. تغييرين الآن للمدرب. كرة بالوسط، ردمان. محمد البرواني يلعب بشكل ممتاز. يعني المنظومة الدفاعية لليمن تلاحظهم متفاهم. ليث عاد للكرة، محمد خالد، عادل، معتصم خفيفر. ستكون هناك يعني 3 منتخبات. محمد خالد 1-1 لغاية الآن. عالية لغاية الآن وبنسبة كبيرة منتخب التونسي. محمد خالد عملية تمرير، هجوم الآن. عادل يمر والتسديدة مرة أخرى، هي ربما الإدارية